من الاعلام الجزائري. اذا انت بتحمل الاعلام المصري هذه المسألة. هذا واقع مش نحمله. طب ايه رايك يا خالد؟ لا انا بقول لك هو محامي خلع ومش محامي خلع، الموضوع كله ان هم اللي بدأوا عندهم. لا استنى يا كابتن حازم بعد اذنك. لا معلش، بس هو كده يعني كده لا هو الراجل المجال كله على الاعلام المصري. الراجل استشهد بمحامي خلع عشان يقول لك ان في فرق ما بين الاعلام المصري بكل قنواته ان احنا عندنا الاعلام الجزائري يعني حجمه مش بهذا القدر. احنا 90 مليون، هم كام؟ ما هو احنا 40 مليون يا كابتن. ماشي اوكي، عندهم 3-4 جرايد. من اللي بدأ الشعلة؟ اللي بدأ في الشعلة جورنال اسمه الشروق، وجورنال عمل فتنة كبيرة جدا ما بين الشارع الجزائري والشارع المصري، وهو يعلم هذا. انا ما بتكلمش على الهداف، انا بتكلم على بعض الصحف اللي بتقراها، اللي بيقراها راجل الشارع العادي، بيقراها راجل الشارع الرياضي، اللي بتوصل لمسامع الجمهور المصري، اللي بيخش عليها بتوع المنتديات اللي موجودين عاملين تعصب في الوقت الحالي. فما يجيبش الفتنه بس على جمهور مصر او الاعلام المصري، لا، مع احترامي وتقديري ليه، اللي بدا الشعله والفتنه هو الشروق الجزائريه والكل يعلم هذا. ولكن احنا ما بننسخش المضادات، احنا بنتكلم في دي مباراه في اطار كره قدم 90 دقيقه. لا ليها داخل بقى بالشروق ولا بالهداف، انا ليها داخل ان دي مباراه 90 دقيقه، ومش مشكلتي مين اللي عمل الفتنه. انا برجع اقول لك ان بلد مصر مضيافه، وهو شاهد بهذا، قال لك ان احنا جايين ومستقبلين كويس جدا، ويعلم جدا ان هيجي برضه منتخب الجزائر وهيتقابل على احسن ما يمكن وعلى اتم ما يمكن، ودي طبيعه الشعب المصري، ودي مباراه كره قدم. بامكاني نقل خالد بكيت في دقيقه عشان نروح للفصل الاعلاني. كلمه نقل طبعا اتفضل. شوف يا استاذ محترم، انا نحب ما عنديش مشكله مع الاستاذ خالد بيومي، على فكره هو اسمه زي اسمك. قاسم مشترك الاسم. لا سلام، متعود على الموضوع عشان معايا كابتن محي الدين خالد صديق شخصي ليا جزائري، فمتعود على دايما البلومي بتاع القصه دي يعني. احنا على فكره بالمناسبه احنا في الاصل شعبين بجد، ده المفروض نوصل بجد شعبين بنحب بعض. اتفضل. شوف يا كابتن خالد، انا لقيت شويه شباب عندنا في الجزائر مقلقين، قلت لهم لا ونردوا ما ردوا، قلت لهم لا ما نردوش، احنا الجانب المصري الحمد لله رد في مكاننا. الكابتن المحترم حسن شحاته، قلت لهم بعض الاعلاميين حسن شحاته هو رد عليهم بالتليفون، لا ما قالش حسن شحاته على الهواء مباشره، يخرب بيتكم نكدتوا علينا كوره. الجزائري وانت احنا مش هندافع عن الاعلام المصري ازاي يعني؟ ما تنفعش يعني انت بتدافع عن الاعلام الجزائري، ده من حقك، وانا من حقي كاعلام ادافع عن الاعلام المصري بتاعي. احنا شوف، لا بعض الاعلاميين، احنا كل الاعلاميين الاخوه المصريين اللي زاروا الجزائر بشهادتهم، هم كان بعض الاعلاميين المحترمين. الفتره احنا ضربنا منكم في عنابه هناك، هتقول لي بقى كلام ما ينفعش، كلام موجودين معانا منهم الاستاذ الفاضل ايهاب الخطيب. احنا والله شلناهم على كفوف الراحه. مش عارف انا جريدة الهداف امبارح او اول زي ما تقول عملت سرد تاريخي للعلاقات ما بين مصر والجزائر، واستعرضت العلاقات دي على المستوى السياسي، صح ولا انا غلطان؟ صح. وصور من ايام الزعيم جمال عبد الناصر. مش هذه برك يا اخي العزيز يا استاذ معتز. الجزائر قبل مباراة الاياب اللي كنا شاكين انه راح نخسر مع المنتخب المصري، ولا جزائري كان يظن انه راح نفوز في بليده، عملنا حفل تكريم اسطوري لابو تريكه. ابو تريكه مش ياباني، مصري، ابن مصر. عملنا له تكريم اسطوري، وزراء واطارات من الحكومه واطارات من رئاسه الجمهوريه والمجلس الاسلامي الاعلى حاضر. يعني كيف نكره المصريين؟ طيب. مستحيل. على كل حال الحوار سخن جدا ومثير.